السلام عليكم. طبعا امس اتهموني كثير باني انا مفبرك الموضوع، وانه اللاعب ما تهجم على المشجع القضيه مرعي المري بنفسه راح يذكر القصه كامله ومن تهجم على من. مرعي، نبيك تقول القصه كامله وش اللي حدث معك. الموضوع طبعا بالتفصيل. انا ساكن قريب من الفندق حق البعثه، اتجهت للفندق. زرت اللاعبين، شجعتهم، تصورت مع لاعبين الهلال بالتحديد، وتصورت مع لاعبين المنتخب البلديه. اصور فيديو كنت وقتها واللاعبين خارجين من اللوبي باتجاه الباص. مع مرور نايف هزازي لم اطلب التصوير معه نهائيا، فقط ذكرت كلمه جحفلي، قام بسرقه الجوال وتهجم علي وتلفظ على والدتي وذهب الى الباص. لحظة هذه اتجهت إلى الشرطة الماليزية اللي كانت متواجدة، حاولت أتكلم معاهم. ولكن إدارة المنتخب تكلم معي بكل عقلانية إني لازم الموضوع ما أعطيه أكبر من حجمه، أهدي الموضوع. وطبعا اتفهمت الموضوع أنا. قال لي إنهم رايحين لحفل عشاء وما يحتاج، إذا رجع بيدق علي. اتجهت لبيتي، بعد ما رجع اتصل علي، رجعت له. قال لي إنه ما راح يعطيني الجوال إلا بكتابة تعهد مو اعتذار إني أنا تلفظت على أو استفززت نايف هزازي بذكر كلمة جحفلي، وهذا كل اللي كتبته في الورقة، ان انا استفززت نايف هزازي بذكر كلمه جحفلي وهو تلفظ علي. هذا الشيء اللي ما ذكرته. يعني اعتذار هذا ولا بس؟ هذا تعهد اني انا ما اعيد اللي سويته، اني ما استفز نايف نايف هزازي بذكر كلمه جحفلي. يعني مو اعتذار؟ مو هو اعتذار ولا اي يكن، اعتذار لاداري المنتخب فقط لا غير. الموضوع طبعا بعد كذا اخذت جوالي، لقيت الصور كلها اتمسحت. انا ما طلبت اني انا اصور مع اللاعب هذا نهائيا. وثاني شيء تلفظ علي وانا ما ذكرته بسوء، ولا ذكرت عرضه، ولا ذكرت بلقيس، ولا ايا يكن. الموضوع اخذ اكبر من حجمه بكثير. انا احب اثبت لشارع الرياض السعودي عن اني شرشرت في المنتخب. انا كان حقي يمديني اخذه بالسلطات الماليزيه، بس ما فضلت بالطريقه هذه لانه ما باثر على المنتخب في مسيرته، ولا اكون يذكر اسمي ان انا اثرت على المنتخب. عموما نايف هزازي غلط علي، انا مسامحه امام الجميع وامام وجه الله. واذا كان له حق ما عندي مشكله ياخذه، واذا كان له حق ان شاء الله باخذه قدام رب العالمين. يعني الكلام اللي قلته انا صحيح ولا مو صحيح؟ الكلام كل اللي قاله اخوي ناصر صحيح، واكثر واحد انضر من الموضوع هذا هو. انا عن نفسي ما عندي مشكله ادرس على حساب ابوي، الله يكثر خير الملك سلمان. اتمنى اني اكون ضمن البعثه، بس انا ادرس على حسابي الخاص وما عندي اي مشكله اكون ضمن البعثه. بس اللي صار انه الشخص هذا انضر كثير في الموضوع، واتمنى ان تتم براءته بالشيء هذا.